هنجيب بقى فرخة كده ونعمل لها محلول النقع، اللي هو عبارة عن ايه: معلقة سكر كبيرة، معلقة ملح كبيرة، 2 ليمونة كده او ليمونة، ونعصرها وندوب الكلام ده ونسيب الفرخة فيها نص ساعة كده لغاية اما تنزل كل حاجة فيها. بس بعدين هنصفيها بقى. هنجيب معانا ايه؟ هنجيب بصلاية كده، والتوابل هقول لكم واحنا بنضرب. انا اول حاجه هنا ايه، هنغز الفرخه كده عشان اما اتبلها تدخل فيها التتبيله. عشان ايه؟ دي كانت كبيره شويه، هي ممكن تبقى ايه من كيلو مثلا وميتين بكيلو ونص، دي كانت اكتر. فعشان كده ايه، هنغزها كده. هحاول افتح اللحمه عشان اما اعمل لها التتبيله تشربها كده وتبقى ايه طعمها حلو. خلاص، بيبوس كده السكينة صغير كده، يعني ننقي اصغر سكينة عندنا وننغزها كده. هجيب بقى بصلتين عليهم ايه ملح وفلفل وبابريكا وسنة شطة وبهارات فراخ. هننزل بقى على البصلاية. عندك فلفل رومي او فلفل الوان هيبقى حلو برضو، بس ايه لا يعني خلينا في البصل كده احسن. بعد ما نزلت بالتوابل اللي انا قلت عليها، انا مش هستخدم هنا البصل كله، هاخد نصه كده واشيل بقى على جنب. يعني انا هشيل الحبة دول على جنب، هوريكم هعمل بيهم ايه. وهاخد بقى التتبيلة كده، اتبل بقى الفرخة حلوة قوي. وزي ما قلت لك هنا الفرخة كانت كبيرة شوية، انت عايزة تجيبيها اصغر من كده تمام. بس الحبة بقى اللي انا هتبل بيهم هحط عليهم معلقة خل كبيرة كده عشان تطر معايا الانسجة وتطلع الفرخة كده خطيرة. بصوا انا هنا وانا بتبل كده الصدر، حسيت ان هو ايه يعني مش هيشرب التتبيلة في ساعتها، عشان انا مستعجلة عليها. لو مش مستعجلة عليها هدخلها التلاجة ساعتين تلاتة كده في التتبيلة هتطلع حلوة قوي. بس انا بنغزها هنا عشان انا مستعجلة عليها، عايزة اعملها دلوقتي. هتبلها بقى كده حلو حلو قوي من بره ومن جوه ومن تحت الجلد. وهسيبها بقى شوية كده من كل حتة هتتبل. هسيبها بقى شوية كده عقبال ما ايه نشوف مع بعض هنعمل ايه. اركنها بقى، ممكن تدخليها التلاجة او تسيبيها على الرخام عادي، مش هتفرق. خلاص، هناخد بقى البصل اللي احنا قلنا عليه ده، البصل بالبهارات. وهجيب 3 كوبايات من الرز. ونجيب بقى حلة على النار كده نحط فيها ايه، دول 3 كوبايات من الرز. عايزة اكتر عايزة اقل براحتك على حسب الكمية. هجيب معلقة سمنة كده وهنزل بقى بالبصل ده. البصل ده محطوط عليه ايه، ملح وفلفل وبابريكا وسنة شطة وبهارات فراخ. خلاص، وهنتبله كده في معلقة، يعني معلقة سمنة كده، يفضل سمنة. خلاص، هنتبله كده وهننزل بقى بمعلقة، نص معلقة قرفة صغيرة، بتنقل الوصفة في حتة تانية. محدش يتخطى معلقة القرفة في الوصفة دي، بجد بتنقل الخلطة في حتة تانية. خلاص، هننزل بقى كده. يعني خلاص انا كده تبلت البصلة حلوة قوي كده زي ما انتوا شايفين لغاية اما خدت لون غامق. هننزل بقى ايه بمكعب من المرق. عايزة تحطي تمام، مش عايزة استغني عنه. بس ايه هو بيخلي يعني خلطة الرز اللي احنا هنعملها بتبقى طعمها حلو قوي، بتبقى مميزة فعلا. خلاص، هننزل بقى بالثلاث كوبايات رز اللي احنا قلنا عليهم. وزي ما اتفقنا، عايزة كوبايتين، عايزة 4، على حسب بقى عدد الأسرة وعلى حسب كمية الرز اللي بتعملي. اول ما يشرب كده من البصلة والبهارات اللي احنا عاملينها، هنزل دول 3 كوبايات من الرز، هديهم 3 كوبايات من المية المغلية. هنا المية قد الرز بالظبط. خلاص، وهنسيب بقى الكلام ده كله لغاية اما ايه يعني يدخل في السوا. انا مش عايزاه مستوي سوا كامل. خلاص، يعني هسيبه حوالي ايه 10 دقايق كده، ولا يعني ممكن من 7 دقايق ل10 دقايق. بصوا هنا لسه مستويش، يعني انا هو اتشرب كده يعتبر المية. هقلبه كده واخد حبة منه حوالي ايه، هنقول مثلا 3 4 كبشات كده يعني. بصوا، وهسيبه بقى يكمل سواه هو على مهله. وانا هاخد كوبايه يعني الرز اللي احنا واخدينه ده، هنحشي بقى بيه الفراخ. هنعمل بقى فراخ محشيه خطيره. خلاص، هنتبل بقى كده الفرخة من جوه ومن بره. واستني بقى على الرز يهدى لو عندك وقت. يعني انا حطيته كده سخن، انت لو عندك وقت استنى يهدى شوية. هنتبل بقى من بره ومن جوه كده ونحشي بقى الفرخة حلو. هجيب معلقة من الصلصة عليها رشة ملح ورشة فلفل ومعلقة زيت زي ما انتوا شايفين كده. ونخلي بقى الفرخة تاخد اللون ده من كل حتة. يعني بصوا انا هحط بقى من تحت ومن فوق كده وهمسك الفرخة. بصوا هنا مش لازم الفرخة على فكرة تبقى مقفولة او حاجة. اللي عنده مشكلة انها بتبقى مقفولة، انا هقولك ازاي نعملها.
خلاص انا مسكت هنا الفرخة عملتها بالصلصة كده من تحت ومن فوق. بصوا همسكها بقى ارفعها كده واعمل ظهرها زي ما عملت ايه وشها كده، وهدخلها بقى كيس حراري. هنا انا حطيتها في كيس حراري عشان هي كانت كبيرة شوية. طب انتي لو مش عندك كيس حراري حطيها في الصينية وغطيها، مش هتستوي معاكي وهتبقى زي الفل. هخرم بقى الكيس الحراري كده واكون مشغله الفرن على درجه حراره 200. بس هحط ايه حبه ميه كده في الصينيه عشان ما تتحرقش. وهسيب الفرخه بقى ساعه. ليه ساعه مع انها في الكيس الحراري؟ عشان هي كان وزنها كبير. هي ابدأي شوفيها من ساعه الا ربع كده. هي بقى خدت اللون معانا واستوت، وبجد كانت حرفيا دايبه بعد ساعه. بصوا بقى حرفيا دايبه. طبعا غرفنا الرز بقى اللي احنا كنا مسوينه في الحلة، فرشناه تحتها وعملنا جنبها شوية سلطات. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا وطعمها تحفة. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة.